وفجأة لقيته بيخبط على الباب، فقلت له: عاوز ايه؟ قال لي: افتحي، عاوز اتكلم معاكي. فجريت على الباب وفتحته، لقيته داخل وقال لي إن هو مش قادر. ازاي؟ ما ينفعش وغلط. راح قال لي: هينفع. انا ولا حس. يقول لي ايه بقى؟ انا عارف ان هو ما بيخليكيش مبسوطة، وامك بتحكي لي الكلام ده كله عشان خاطري بعد عني. انا اصلا ضعيفة لوحدي ومش مستحملة. فما سمعش كلامي خالص، وقام فاتح باب التلاجة وقعد يدور على البطيخ، ولقى البطيخ وقعد يخبط على البطيخ. بطيخة جامدة. قال لي: هاتي السكينة ما افتح البطيخة دي. وافتح البطيخ يلا عشان اكل. قمت جايبة السكينة وفتحت له البطيخة على الآخر، ورفعت البطيخ كأنه محروم قوي. كان محروم جدا، وكان فيه تفاحتين في التلاجة فوق. قعد ياكل في التفاح والبطيخ. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في قناتكم أليشا ستوريز. النهاردة هقدم لكم أحلى القصص، علشان كده يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي سارة، عندي 33 سنة، متجوزة بقالي 8 سنين. كان عندي 25 سنة وقتها. طبعا ما كنتش صغيرة، بس كانت حصلت ظروف كده في البيت عندي، وكان والدي تعبان ساعتها، وكان عايز يفرح بيا عشان أنا بنت وحيدة يعني، وكان ليا أخ أكبر مني. فبصراحة أنا حبيت أفرح أبويا، وقبلت بأول واحد جه تقدم لي، وكان فرق السن بيني وبينه 11 سنة. فطبعا هو كان شخص كويس ومحترم، وصراحة ماديا كان مرتاح جدا، وقال لي إن أنا هتهنى والشقة هكتبها باسمك. وبصراحة أنا عشت معاه طول ال8 سنين، ما شفتش منه أي حاجة وحشة، وكانت الأيام بتعدي بسرعة. طبعا كان بيحصل فيه مشاكل زي أي اتنين متجوزين، وكانت الحياة بتمشي، وربنا رزقني بولدين منه كانوا حياتي كلها، هما محمود ومحمد. فكنت كده في كل فترة يعني بحاول أغير المود بتاع البيت والديكورات، وهو بصراحة كان بيوافق وما كانش بيرفض خالص. ولما كنت أقوله مثلا عاوزة حاجة جديدة في البيت يغيرها لي، كان بيسمع الكلام، وكان بيديني فلوس ومصاريف كويسة بعيدة عن مصاريف البيت. والحياة كانت ماشية، وكان كل صيف ياخدنا نصيف مكان شكل. بس أنا لما كنت بقعد كده مع نفسي وأفكر، كنت بقول إن أنا كنت أستاهل حد أحسن منه، وعشان يعني هو شكله مش أحسن حاجة غير فرق السن اللي بيني وبينه. فكنت برجع بصراحة وأقول يعني مفيش حد كامل ومفيش إنسان كامل، رغم إن كان عنده شوية مشاكل صحية كانت بتخليه مش قد كده. ده كان بيضايقني جدا بصراحة. وكنت بقول في نفسي أنا لو كنت اتجوزت واحد من سني أو فرق السن الصغير، كانت صحته هتبقى أحسن من كده، وكان هيخليني مبسوطة أكتر، والموضوع ده كان هيبقى أحلى بكتير، لأنه طبعا ما كانش بيكمل. ده خلاني أنسى الموضوع ده أو أعمل نفسي مش مهتمة بيه. بس طبعا ده كله ما كانش حقيقي، لأن أنا ست زي أي ست، ومحتاجة تفرح، ومحتاجة حد يشبعها وتعيش سنها وتحس إن هي أجمل ست في العالم. غير كده إن هو برضو كان كلامه قليل جدا، وما كانش بيعرف يقولي كلام حلو، وكنت بمشي الدنيا وبقول عادي، والحمد لله على العيشة اللي أنا عايشاها. في ناس مش لاقية العيشة دي، ولا إن هي بقى ليها راجل وفي زي يوم جوزي كنا مع بعض في البيت وقاعدين، لقيته بيقولي إن هو عايزني ويلا ندخل، كأنه رجع 25 سنة. أنا استغربت جدا من طريقته ومن اللي عمله اليوم ده. هو خلاني مستغربة لأني مش متعودة منه على كده. فبسأله، لقيته قالي إن هو يعني جاب حاجات تعمل كده. انت مش عارف إن الحاجات دي غلط عليك، وانت أصلا عندك سكر، والحاجات دي مضرة؟ راح لقيته قالي: أنا كنت عايز أبسطك وخليكي مبسوطة. فقلت له: انت عشان تبسطني تضر بنفسك كده؟ بصراحة صعب عليا جدا، وقلت له: ما تشغلش بالك، أنا مش مهتمة بالموضوع ده. وشلته من دماغي بعد الحركة اللي هو عملها معايا. حسيت إن هو إنسان كويس وعايز يبسطني ويخليني أسعد إنسانة في الدنيا. فخليت الموضوع ياخد جنب تاني يعني. بدل ما الموضوع كان بياخد جزء كبير من تفكيري، قعدت فترة كبيرة ما فكرش فيه. ولما كان بيجي على بالي أو كده كنت بعرف أتصرف. انتوا كلكم فاهميني يعني. كنت بروق نفسي بنفسي زي ما بيقولوا كده. فجينا في الصيف اللي فات، الولاد كانوا عايزين يطلعوا مصيف. بصراحة كانت نفسيتي مش كويسة خالص، فأنا رفضت إن أنا أطلع معاهم، وقلت لهم روحوا مع أبوكم وعمتكم وكده، وانتوا كلكم يعني يومين 3 وهترجعوا.
وأنا بصراحة ما كانش ليا نفس أطلع خالص. فجوزي قلت له أنا ماليش نفس خالص، لو عايز تأجلها شهر ولا حاجة، عشان أنا حاسة إني مش محتاجة أطلع مصيف في اليومين دول. بس الولاد كانوا شابطين ووافقوا إن هم يطلعوا من غيري مع أبوهم وعمتهم وستهم، وفعلا طلعوا مع بعض. بس يعني هم كانوا قاعدين يومين بس، لما راحوا هناك والقعدة لقوها حلوة راحوا مزودين وخلوها أسبوع. فطبعا العيال هيوحشوني طول الأسبوع ده، وأنا كنت بكلمهم فيديو على طول وبشوفهم وطمن عليهم، وكانوا مبسوطين جدا. وأنا قاعدة في البيت فلقيت أخويا في مرة في اليوم اللي هم سافروا فيه، لقيته بيكلمني على التليفون وبيقولي إن هو عايز يجي يقعد عندي يومين عشان هو مخنوق من البيت وكده، لأنه عامل مشاكل مع والدتي، وأنا والدتي ست كبيرة. فقال لي أنا عايز أقعد عندك يومين. قلت له يا حبيبي تنور، ده بيتك في أي وقت. وفعلا خلال بس في فترة المواصلات لقيته عندي، وكان بقالي كتير ما شفتوش. وفعلا قلت له إن قد إيه وحشني وطمنته، وقعدنا بقى ندردش مع بعض شوية، وقمت حضرت الغدا. بس كنت شايفة إن هو يعني متغير شوية، مش أخويا اللي أنا عارفاه خالص. فلما قعدت اتكلمت معاه يعني عرفت إن في مشاكل بينه وبين خطيبته، هو كان عاوز يفركش الخطوبة. فلما ضغطت عليه في الكلام عرفت إن هو عارف إن البنت خطيبته بني آدمة مش كويسة. ولقيته كان بيشرب سجاير وهو أصلا ما كانش بيشرب. فقلت له انت عامل في نفسك كده ليه؟ لو هي يعني صنف وراه طابور زي ما بيقولوا كده. فكان متضايق جدا وقعد يفضفض معايا وقال لي إن هو تعبان وحاسس إن هو مش كويس ودماغه بتسوحه في حاجات كتير، وكان عمال يقول لي يعني إن هو عاوز يوجع قلبها زي ما هي وجعت قلبه فأنا قلت له يا حبيبي عيب، إحنا ما نعملش كده، إحنا يعني بعدين دي برضو بقى مهما كان بنت. فهو اقتنع بكلامي شوية، بس لقيته عمال يقول لي البيت من غيرك وحش جدا، وفاكرة حياتنا قبل الجواز، قبل ما تتجوزي مش عارفة كانت عاملة ازاي. فأنا بصراحة ما كنتش حابة إن احنا ندخل في القصة دي أو نتكلم في الكلام ده، لأن بصراحة ما خبيش عليكم كانت الفترة دي اللي قبل جوازي أنا وأخويا لما كنا قاعدين في البيت، كنت يعني أنا طبعا أي بنت وأغلب البنات ومعظم البنات بتحب تبقى في أوضتها وتقفل الباب عليها وتقعد ترقص أو تلبس اللبس اللي هي عايزاه وتقعد تحط مكياجات وكده. فأنا كنت بلبس كده وكنت بقفل على نفسي وأقعد أرقص واخد راحتي زي أي بنت في سني بتبقى واخدة راحتها وهي في أوضتها وفي يوم كده قدام المراية وحاجات زي كده. ووالدتي ما كانتش موجودة، كان أخويا بس هو اللي موجود. ويومها فتح عليا الباب وشافني وأنا برقص، شافني من المنظر ده راح عامل نفسه محدش باله كده، وبعدين دخل الأوضة وبقى يقولي أنا والكلام ده. وطبعا أنا كنت يعني عارفين الرقص بيفضي مشاعر الست ويخلي الكبت اللي جوه الست كله يطلع، بيبقى زي التمارين بينشط الدورة الدموية والجو ده. طبعا الحريم هي اللي هتفهمني والبنات اللي زي هي اللي هتفهمني، فلو في أي ست بتسمعني هي اللي هتفهم. فزي ما بيقولوا كده الست اللي جوايا بتبقى محتاجة تفرح. فابتدى حاجات وكده، بس طبعا فقت من اللي أنا فيه وقلت لأ ما ينفعش كده وحرام، وابتعدت عن الموضوع ده. وطبعا كان قبل ما اتجوز. فلما فتح معايا الموضوع ده لما كان عندي في البيت وجاب سيرة الموضوع وقال لي فاكرة لما كنتي زي القمر، فقلت له فوق، انت بس مصدوم عشان موضوع خطيبتك. قال لي لأ، أنا مش قادر أنسى لما كنتي قاعدة معانا ورغم إني كنت على آخري، بس ده أخويا والموضوع مش هينفع خالص، وطبعا جوزي مسافر هو والعيال والبيت كله فاضي. فقلت له بقولك إيه، أنا هخش أنام وإنت خش ناملك شوية وبعد كده. فلما قفلت أوضتي بصراحة افتكرت كلامه وحبيت الفكرة، لأن أنا كنت ناسية موضوع الرقص ده. وقلت قمت جاية داخلة أوضتي وقفلت على نفسي ورحت جاية لابسة القميص بتاعي وفضلت أرقص بقى يا جماعة، فضلت أرقص في الأوضة عشان أريح نفسي، وكنت مبسوطة قوي زي أي بنت وست بتبقى فرحانة وهي بترقص لوحدها في الأوضة والجو ده. قعد حوالي نص ساعة وأنا برقص، لأنه بينسيني حياتي، بينسيني دنيتي كلها وببقى مبسوطة جدا. وفجأة لقيته بيخبط على الباب، فقلت له عاوز إيه؟ قال لي افتحي.
عاوز أتكلم معاكي. فجريت على الباب وفتحته ولقيته داخل وقال لي إن هو مش قادر. إزاي؟ ما ينفعش وغلط. راح قال لي هينفع. أنا ولا حس. يقول لي إيه بقى؟ أنا عارف إن هو ما بيخليكيش مبسوطة وأمك بتحكي لي الكلام ده كله عشان خاطري بعد عني. أنا أصلا ضعيفة لوحدي ومش مستحملة. فما سمعش كلامي خالص وقام فاتح باب التلاجة وقعد يدور على البطيخ ولقى البطيخ وقعد يخبط على البطيخ. بطيخة جامدة. قال لي هات السكينة ما افتح البطيخة دي. ويفتح البطيخ ويلا عشان آكل. قمت جايبة السكينة وفتحت له البطيخ على الآخر ورفع البطيخ كأنه محروم قوي. كان محروم جدا. وكان في تفاحتين في التلاجة فوق. قعد باكل في التفاح والبطيخ. فتت انت ما شبعتش لسه؟ قال لي لا، انا بحب البطيخ والتفاح قوي. وكأنه أول مرة يشوف تفاح وبطيخ. التفاح كان أحمر ودايب ومسكر قوي والبطيخ كان كله بذر بس كان طري جدا. وهو قعد ياكل ويخبط على البطيخ. بصراحة أنا كلت معاه بس كنت مبسوطة قوي. وقعدنا نهزر وكنا ناسين ربنا خالص ونسينا الصح والغلط. وقلت له على فكرة أنا ما ينفعش. وانت جايب الجبروت ده كله منين؟ انت هتقعد يومين 3، أنا مش هقدر خالص. ولما الولاد يرجعوا وبقينا صبح وليل وكنت عايشة كأني في شهر العسل. الصدمة بقى بعد ما الأسبوع خلص وأخويا رجع بيته. وأنا قعدت أنب في نفسي لأني كنت مرعوبة وما لقيتش حل خالص. أنا عايزة أبعد عن اللي بعمله ده عشان ما يسيبنيش. وهو قال لأخويا إنه هيتكتب باسم جوزي. وأنا ندمانة على اللي حصل بس مش عارفة أصارح جوزي ولا أعمل إيه. ساعات بيجيلي تفكير إن أنا ممكن أعمل حاجة في نفسي. فياريت ما تبقوش قاسيين عليا وتنصحوني وتقولولي أي واحدة في مكاني ممكن تتصرف إزاي. أنا عارفة إني غلطت وعارفة إن كل ده حرام بس هي كانت لحظة شيطان. كانت معكم أليشا ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.